حرفيا حسيت ان السلم بيطلعني السما. في المكان ده حتى لو انت رايح بالليل هتحس انك بالنهار وكأن الشمس طالعه. الناس اللي بيحبوا تصوير المكان ده بجد ليكم. بما اني في اجازه دلوقتي وانتم كمان في اجازه، فحبيت ان انا اشارك معاكم تجربه جديده. مكان اول مره اروحه، هو يعتبر احدث واجدد مكان في مصر حاليا، ودخول المكان ده فري، ما دفعتش اي حاجه. وحتى المول اللي دخلته ومصورها لكم في الفيديو ما دفعتش اي حاجه عشان ادخله. انا بدات لكم بتصوير السكه علشان كانت جميله قوي بصراحه. انا مش هقول لكم ايه هو المكان دلوقتي، هسيبها لاخر الفيديو، بس عايزاكم كلكم تنزلوا في الكومنتس وتقولوا تخمينكم للمكان. المفروض انا رايحه عند الابراج اللي هناك دي، واخيرا وصلت عند اكبر مول في المكان ده، ودي بوابه الدخول. وده بقى المول من جوه. بجد من اجمل المولات اللي انا شفتها في حياتي. السما اللي فوق دي تديك انطباع ان الدنيا مشمسه وانت بالنهار حتى لو بالليل. وده تقريبا اطول سلم بالكهرباء شفته في حياتي. حبيت اصور لكم مشهد النزول بالسلم والطلوع برضو عشان تعيشوا اللحظات كده معايا. بجد الطلوع حلو قوي لانه بتحسوا كانكم طالعين السما كده. وده بقى الماركت اللي موجود جوه المول. بجد اسعار العصاير والحاجات المعلبه اللي بنجيبها من بره دي هي، بس في قسم بقى بيعمل اكل وحلويات والحاجات دي بقى اسعارها اضعاف بره طبعا. العربيه الصغيره دي اكيد حاجه شفتها في اليوم بجد. وده شكل المول من بره لما خرجت، وراه المبنيين اللي شكلهم حلو دول. وده يعتبر مطعم وكافيه جنب المول برضو. والسلم دي بتنزلنا وتودينا على شاطئ، بس عاملين له حواجز من كل حته ومش سايبين الا فتحه صغيره كانه بحيره كده جميله قوي. معرفتش للاسف اصوره لكم علشان خاطر ممنوع اصلا الدخول عنده لانه تبع فندق كده موجود جنبه. ده كده شكله اهو من بعيد. بعدين بقى طلعت من الحته دي عشان اروح على الممشى علشان اركب اي حاجه توديني على مول تاني. ولقيت الباص الجميل ده كان فري، ما دفعناش اي حاجه، ودانا لحد المول التاني وكان مكيف وتحفه جدا. وده الفيو وانا قاعده فيه. بجد ما كنتش عايزه انزل منه من كتر ما الجو كان حلو، وكمان الفيو حلو. حبيت اخليكم تشوفوا الفيو كله معايا علشان خاطر هو حلو قوي فعلا. وكده يعتبر وصلت للمول التاني. واول ما نزلت من الباص شفت الابراج اللي شكلها رائع دي، وبجد سمعت ان كل ده بالليل بيبقى منور وشكله تحفه. بس للاسف طبعا ما كانش ينفع ان انا اروح بالليل لان دي اول مره اروح وما كنتش عارفه هنرجع ازاي وكده. وده شكل المول التاني بقى من بره. المنظر من بره تحفه بجد. عاملين حاجات حلوه قوي تحسسك ان انت في دوله اوروبيه. الحاجات دي شكلها كان كيوت قوي، حبيت اصورها. وكل ده برضو حوالين المول، واللي يعتبر في وش الابراج اللي انا لسه مصوراها من شويه، واللي هوريها لكم اهي دلوقتي بس من بعيد. بجد اي حد بيحب التصوير والصور وبيحب يصور الاماكن وكده، حرفيا المكان ده ليك. هتروح تدفع تمن المواصلات بس، ولو انت جايب معاك اي حاجه تاكلها فممكن ما تحتاجش تشتري اي حاجه خالص وتقضي اليوم كله فري من غير ما تدفع حاجه. الطياره دي شفت منها كتير قوي هناك، فاعتقد يعني الناس برضو اللي في الفنادق هناك يقدروا ان هم يركبوها وياخدوا جوله كده في السماء. الموضوع جميل قوي بجد. ده فيديو كان نفسي اصوره في مكان زي ده. واقدر اقول ان دي كده نهايه رحلتنا لان انا ما قدرتش اكمل اكتر من كده. الدنيا كانت شمس وحر، ولازم عشان تتنقل هناك يبقى بالباص اللي انتوا شفتوه من شويه او يبقى معاك عربيه. فخلاص كده اكتفينا بالمناظر الجميله اللي احنا شفناها دي واللفه الحلوه، وركبنا الباص وودانا عند المدخل بتاع المكان ده عشان من هناك نركب ونروح لمدينتنا الجميله اسكندريه. دلوقتي هوريكم حبه صور صورتها واتصورتها في اليوم ده.
الناس اللي مستنيه اقول لها المكان ده فين، فالمكان ده هو مدينه العلمين الجديده. وطبعا ما تقلقوش، ثانويه عامه 2025 انا هبقى معاكم اول باول باذن الله. واكيد الدفعه المفضله عندي 2024 مش هنساكم، برضه هبقى معاكم باذن الله لحد ما تدخلوا الكليه، وكمان هقول لكم نصايح للكليه. بس في نفس الوقت بما ان احنا في اجازه، فحابه اشارك معاكم فعاليات ممتعه. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. مع السلامه.